السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة تعليم سياقة آلة الرافعة الشوكية مع الكارست ياسين. في هذا الدرس غنتعرفوا على خطأ كيوقع فيه بزاف ديال لي كارست، وهو ملي كيبغي يشارجي حمولات الشاحنة مغطية على هذا الشكل كينسير الدلبة الفوق ديالها. نشوفوا هذا الفيديو ونتعرفوا على الخطأ اللي وقع فيه هذا الكارست. كيف شفنا هاد السائق مداهاش في الحمولات انها قايسه الفوق ديال الشاحنه ودخلها، وما واخدش العبار واش غيدخلوا هادوك الحمولات بثلاثه ولا لا. كان عليه يضرب حسابه. شنو كنقصد؟ الا كان الحد في القد راه ما خاصوش يرفع ثلاثه ديال الصنادق، يكفي يرفع غير جوج، لان لي فورج خاص لابد ما يدخلوا وسط الشاحنه. عاد يمكن ليه يهبط الحمولات. الا ما كانتش كافيه ما يرفعش ثلاثه صنادق، وكان عليه قبل يعبر المسافه اللي كاينه في الشاحنه، وكذلك هذوك الحمولات بثلاثة اللي كان في الشك. اما الا كانت المسافه كافيه خاصو يقسمها على جوج، يعني اللي تهز فوق الشاحنه فين يدخلوا لي فورشيت كذلك من الفوق فين تدخل الحموله. على ما كنلاحظوا ان هذا الكاريست غالبا نسى الفوق ديال الشاحنه، ما ردش البال، والنتيجه كانت تقلبوا عليه. لهذا خاصك تكون راد البال من الشاحنات اللي مغطين على هذا الشكل. ديما كون على علم شحال غتهز، واش كافيه تدخل الحمولات. ما خاصهمش يدخلوا مزيرين، ماشي بحال الشاحنات اللي مكشوفين من الفوق. تقدر تهز شحال ما بغيتي بلا ما تضرب حساب. كذلك ملي تبغي تدخل حمولات من وراء الشاحنه على هذا الشكل خاصك ترد البال من الساريه ديال الكلاك لا تقيس لك في الكاميون من الفوق. يعني دائما ما تنساش القاعده ديال القسيم، العبار اللي تحت يكون الفوق باش ما يكونش اصطدام. وفي هذا الشكل من الشاحنات راه صعيب الخدمه فيهم، خاصك ديما تكون راد البال. وهنا غنكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذه المعلومات. ما تنساش دعم الفيديو باللايك وتشترك في القناه الا مازال ما اشتركتيش، واللي عنده اي سؤال خليه لي في التعليق او يتواصل معايا عبر صفحه الفيسبوك، ونتلاقاو في درس اخر ان شاء الله.